ايه هو الانترفيو؟ انا داخل الانترفيو ايه اللي لازم يكون موجود عندي؟ ايه اللي هم بيدوروا عليه؟ السي في بتعبر عنك، طريقة كتابتها وايه اللي مكتوب جواها بتقول لي انت مين. طيب لو انا واخد كورس وما خدتش فيه شهادة هكتبه ولا ما اكتبوش؟ 80% من نجاحك في الانترفيو في ان انت ازاي بتستعد ليها وازاي بتجهز للانترفيو. انواع الانترفيوز، ازاي هتعامل مع الفون انترفيو، شوية نصايح كده هتخليك تعمل فون انترفيو زي ما قال الكتاب. هنلبس ايه واحنا رايحين الانترفيو؟ الاتش ار هيركز مع البادي لانجوج بتاعك، علشان كده انا هسيب لك شوية نصايح تاخد بالك منها كويس جدا. فمهم قوي وانت بتتسأل سؤال بتاع نقاط الضعف دايما استخدم التكنيكس دي، لانك لازم هتجاوب عليه. من اهم اسرار نجاحك في الانترفيو هي ثقتك بنفسك. ايه المرتب اللي انت متوقعه؟ كورس الانترفيوينج سكيلز مهم لو حضرتك داخل على الجامعة او في سنواتك الاخيرة في الجامعة وقربت تتخرج او اتخرجت في مرحلة ان انت بتدور على شغل، او حتى لو انت بتشتغل بقالك فترة وعايز ان انت تنقل من شركة لشركة او هتدخل تترقى من تايتل لتايتل تاني. فالكورس ده مفيد لكل الناس اللي احنا بنتكلم عنهم دول. اي حد في البيزنس هو محتاج يعرف interviewing skills.